لو كنت عملت التغيير حسام عبد المجيد كنت هتوصل للي انت وصلت له ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبنا عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. اول ما تلاقي البوست او الفيديو بيبدأ بان احنا هدينا خلاص الدنيا تمام، الدنيا كلها كلم فنيين، اقفل البوست والفيديو طول ريلز ايا كان، انت اولى بالنت اقفله وريح دماغك. هتلاقي المحتوى عبارة عن ايه؟ عبارة عن حاجتين اتنين، ان احنا يا اما ما اتظلمناش من الحكم ونبص على الكورة ونبص على اللقطات، او ان احنا عندنا مشكله مع حسام حسن بسبب ان حسام حسن ما عملش التغيير الصح او ما نزلش بالتشكيله الصح في الشوط الثاني او بعد الهيدريشن بريك. ده انا متفهمه، يعني انا متفهم ان انا ممكن يكون المفروض كنت ابدا بحسام عبد المجيد بعد الهيدريشن بريك، ولكن لما تيجي تبص على الاجوان بالراحه كده بالمنطق، تعال نبص على الجون الاول. هتلاقي ان هو حتى لو حسام عبد المجيد موجود، انا ما فيش مشكله مع حسام عبد المجيد، انا موافق ان حسام عبد المجيد يكون بيلعب تمام، يعني عادي، يعني هو ينزل عادي. هتلاقي ان اللعيب اللي جاب الجون الاول اللي هو روميرو هو في حضن ياسر ابراهيم، يعني حسام عبد المجيد كان هيعمل ايه؟ كان هينزل يشيل عنك ايه اكتر؟ يعني هو ياسر ابراهيم عدته ولا هيشتريه؟ احنا ياسر ابراهيم احنا كاهلاويه ملسوعين منه كتير وعارفين سرحانه وعارفين مشاكله وعارفين دنيته السوداء، يعني الدنيا بالنسبه لنا بؤس قوي يعني. هتيجي تبص على بعد ياسر ابراهيم الجون التاني التالت هتلاقي نفس المشكله، تريزيجيه نفس المشكله. احنا عندنا لعيبه في المنتخب. انا بعمل الفيديو ده ليه؟ انا بعمل الفيديو ده مش عشان خاطر اعمل تحليل خالص، لا، انا بعمل الفيديو ده عشان اقول لك ايه المساوئ ايه المحاسن إيه اللي احنا شفناها في البطوله دي، ايه اللي نبني عليه وايه اللي محتاج يتغير. اهم ميزه في البطوله دي ان انت شفت لعيبه رجاله، ده اللي متعودين عليه. في جمله كده، لعيبه رجاله واخدين على البطولات، ده اللي احنا شفناه. شفنا لعيبه قد المسؤوليه، شفنا لعيبه حققت المطلوب منها وهو عبور دور المجموعات او اعمل اول مكسب ليه في كاس العالم. فانا شفت ده، شفت الانجاز في ان انا عديت اول دور اقصائي وخسرت من بطل العالم. معلش، خسرت من الارجنتين في الاول وفي الاخر، بعيدا عن السيناريو اللي تعبني، اللي اكيد احنا قبل البطوله او قبل الماتش يا باشا اكسب مين. الجمله كلها كل اللي كان بيتسال هنعمل ايه مع الارجنتين؟ يا باشا شكرا، ده معاهم ميسي، عرفنا من غير ميسي ولا يسوع هم معاهم ميسي، وفعلا هم معاهم ميسي، شكرا يعني. فانا كلاعيبه رجاله تمام، اللعيبه ادت اللي كان مطلوب منها، اللعيبه وصلت للحته اللي كانت مطلوبه، عملت المطلوب وعملت الانجاز، فبالنسبه لي اللعيبه زي الفل. طيب مش كل اللعيبه، لان انا عندي 3 لعيبه لا يمكن انسى لهم اللي عملوه: عمر مرموش، ياسر ابراهيم، تريزيجيه. لا يمكن خالص. كل واحد نازل بيدور على مجد شخصي، مش بيدور على حاجة تانية يا جماعة، هو بيدور على ان هو ازاي يكون ليه اللقطة، ازاي يكسب، ازاي يستفيد من كاس العالم، مش اكتر من كده. أنا مش شايف غير كده. عمر مرموش كورة فريق في مع محمد صلاح بيضحي بمحمد صلاح، يا عم فكر ثانية، هتجري انت هتفتح هتخلي صلاح يا اما هيبص لك يا اما هيبص على تريزيجيه، واللعيب المدافع مارتينيز هيبقى مش عارف يروح فين. انت مدرك انت كنت هتروح فين وتيجي منين، انما انت خسرت نفسك بطريقه ما انا شايفها سذاجه كبيره جدا منك في اللقطه دي. فانا بالنسبه لي عمر مرموش، تريزيجيه برضو، مرموش برضو في ماتش استراليا ضيع انفراد في اول دقيقه في الشوط الثاني، كانت خلصتني الماتش، كانت ودتني ماتش. الارجنتين مش لاعب 120 دقيقه، لاعب 90 دقيقه ومريح من الشوط الثاني كله. فانا بالنسبه لي لازم ابني على كده، ولازم ابقى عارف بقى انا المنتخب بتاعي دلوقتي مصطفى شوبير هو حارس المرمى، باك يمين محمد هاني، انا بعد لكاس افريقيا 27، عندي باك يمين هيبقى محمد هاني، نص الملعب الاتنين سيرد باكات هيتغيروا خلاص، يعني رامي ربيعه كبر خلاص برضو، يعني ما تتعشمش ان هو كمان سنه هيديك نفس الاداء، لازم يبقى عندك البديل اللي هو حسام عبد المجيد جاهز. ياسر ابراهيم شكرا والله، حتى لو بيلعب في الاهلي وجاب بطولات مش عايز اشوفه في منتخب تاني ولا عايز اشوفه في الاهلي، لازم تشوف له بديل، لازم تبدا تحضر جيل جديد من النهارده، تحط البلانز بتاعتك كلها. هتيجي عند الباك الشمال انا شايف ان هو تمام قوي، معاك محمد حمدي ربنا يشفيه يا رب، معاك ابو الفتوح، معاك كريم حافظ، الدنيا فيه تمام. ديفندرات انت برضو الدنيا بالنسبه لك كويسه جدا، مروان عطيه ومهند لاشين، رجاله يا جماعه، ما فيش كلام. الاتنين دول كويسين جدا. تبدا معاك
الواد محمود صابر، معاك لعيبه. محمد شحاته، لازم محمد شحاته يبقى ليه دور الفتره الجايه. محمد اسماعيل يبقى ليه دور الفتره الجايه. تبني على دول زي الفل قوي. عندك المشكله بقى هتيجي في الجزء الامامي يعتبر انت ما عندكش الا 3 أو 2 واقفين على حيلهم: هيثم حسن ومحمد صلاح. هيثم حسن ومحمد صلاح هم الاثنين اللي واقفين على حيلهم. محمد صلاح باذن الله يكون معانا كاس الامم الافريقيه اللي جايه. تبدا بقى دول معاك اهو. ابدا بقى شوف مين هتجيبه جناح شمال، مين اللي هيلعبه جناح شمال، لان انت ما شاء الله يعني ممكن زيكو. اوكي زيكو تمام. ومين هيبقى مهاجم؟ يعني مين اللي هيبقى مهاجم لو زيكو انت اعتمدته جناح شمال؟ مين هيبقى مهاجم؟ حمزه عبد الكريم ماشي. مين التاني؟ مين التالت؟ لان انا بالنسبه لي مرموش لو هيفضل بالعقليه دي وبطريقه اللعب دي، لا شكرا مش عايزه والله. هستفاد ايه يعني؟ وجع قلب وحرقة اعصاب وخنقه وقرف والله. منك لله مرموش، منك لله والله بجد. اخر حاجه عايز اقولها بس عشان خاطر في ناس بتقول لك الفيفا هتعمل ايه ومش الفيفا، وانتوا ليه معلين شمعتوا الحكام. الفيفا دي انا رحت لها بعد ماتش ايران، قلت لها شيل الانذار اللي على مهند لاشين، لانه فاول مش قوي ومش فارق في حاجه. انت وقفتهولي ومش هيلعب ماتش استراليا، لا يمكن مش هشيل الانذار. طب لعيب امريكا مكالمه تليفون الطرد كان متشال. بالنسبه لي ضربه جزاء صلاح عايز تحسبها، عايز تقول ضربه الجزاء بتاعت صلاح تتحسب، عايز تقول بتاعت حمدي فتحي تتحسب. عندك اكتر من ضربه جزاء يعني، فاهم؟ هو مش واحده ولا مش لقطه ولا بس، لا احنا عندنا لقطتين ممكن نتكلم فيهم ونقول ان دول كانوا لازم يتحسبوا. كانوا مش هيغيروا مسار البطوله، لكن هيغيروا الماتش كله. انت الجون بتاعهم هيتلغي، لك ضربه جزاء هتجيبها جون، ما جبتهاش اتعادلت لسه انت متعادل. فلا انا الحكم اثر على النتيجه. مش لازم يا جماعه ان الحكم يكون فاولات فجه او يدي طرد او يدي انذارات او لا، هو الحكم ممكن يخنقك بالفاولات من اقل التحام. انت تاخد نفس الالتحام ما تاخدش فاول، فتبقى عارف انك هتتظلم ايا كان. ماكاليستر رايح حاطط ايده على بقه وبيكلم الجهاز الفني بتاع منتخب مصر، وكابتن حسام حسن رفع ايده في عنصريه بنتعرض ليها، بس هم برضه قالوا لك لا مفيش حاجه، الدنيا عادي، وعمل عبط. فلا انت كان باين ان انت هتتظلم، وكان باين ان في فج. مش هروح للسيناريو ده، بس في ابسط الاراء الناس بتتكلم فيها يقول لك حتى لو كنت عملت التغيير حسام عبد المجيد كنت هتوصل اللي انت وصلت له ده، ان انت كده هتتظلم تحكيميا. النهارده ماتش المغرب وفرنسا، كل التوفيق للمغرب. نتمنى يروحوا لأبعد نقطة ممكنة. في الأول وفي الآخر احنا عرب، وفي الأول وفي الآخر احنا مفيش أي شماتة قدام منتخب بيلعب بطريقة محترمة. كل التوفيق لكل العرب، وإن شاء الله المنتخب يكون في مكانه أفضل. سلام.